أهلا بك معنا، ماذا لديك من تفاصيل؟ نعم سونيا، دوت صفارات الإنذار في اللحظات الماضية في مناطق واسعة في تل أبيب الكبرى، في شمالي القدس المحتلة، وأيضا في مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية. نتحدث عن صاروخ على ما يبدو أطلق من اليمن بحسب بيان مقتضب صادر عن الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يقول إن تفعيل صفارات الإنذار في مركز إسرائيل كان بعد إطلاق صاروخ من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية، وأن التفاصيل هي قيد الفحص. لم يبلغ الجيش الإسرائيلي إن اعترض هذا الصاروخ أو أم لا، لكن نتحدث عن تفعيل واسع لصفارات الإنذار، وهذا تماما ما جرى قبل يومين في ساعات المساء سونيا، عندما فعلت صفارات الإنذار بشكل واسع، وكان صاروخ باليستي من نوع أرض أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. قالت إسرائيل في حينه إنها اعترضته بواسطة منظومة الدفاعات الجوية السهم أو حيتس، وفي حينها أيضا أبلغ عن نحو 18 إصابة لإسرائيليين أثناء توجههم إلى الملاجئ، وكان هنالك حالة من الجلبة هنا في تل أبيب. بالتالي نتحدث الآن عن تفعيل لصفارات الإنذار في مناطق واسعة في تل أبيب. توجه الإسرائيليون إلى المناطق المحمية، إلى الغرف المحمية والملاجئ. وبيان سريع للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال فيه إن تفعيل صفارات الإنذار كان جراء إطلاق صاروخ من اليمن، دون أن نعرف حتى اللحظة إن جرى اعتراض هذا الصاروخ، لكن البيان يؤكد بأن الصاروخ أطلق من اليمن. ونتحدث عن تفعيل واسع لصفارات الإنذار في منطقة جوش دان، منطقة تل أبيب الكبرى، إلى جانب كما ذكرنا شمالية القدس المحتلة ومستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. نتحدث عن بيان من الجيش أكد إطلاق صاروخ من اليمن دون أن يبلغ إن جرى اعتراض هذا الصاروخ أم لا. من حيث نحن موجودون لم نسمع دوي انفجارات ناجمة عن الاعتراض، وبالتالي ننتظر تحديثا من الجيش الإسرائيلي عن نتيجة تفعيل صفارات